تم اكتشاف هذا التمساح الذي يبلغ طوله 4 أمتار لأول مرة عام 2016 في نهر بالو في مقاطعة سولايزي الوسطى مع إطار دراجة نارية تطوق عنقه. نجا التمساح من زلزال محلي وتسونامي في عام 2018، لكن الإطار ظل مطوقا لعنقه. وفقا للحكومة فالتمساح من الأنواع المهددة بالانقراض، ويقدر أن هناك أقل من 1000 تمساح من هذا النوع. ظل هذا التمساح البري في إندونيسيا مطوقا بالإطارات لسنوات عديدة. طلبت الحكومة علنا من صيدي الجوائز مساعدتها في تفكيك الإطارات التي كانت تطوقه من عنقه. أشار بعض الأشخاص إلى أن الحكومة تستخدم المكافآت لاستدراج صيدي الجوائز. من المستحيل ضمان عدم تجنيد أشخاص غير مسؤولين في هذا الإطار. على مر السنين حاول الكثير من الناس تحرير التمساح، لكنهم فشلوا جميعا. في الآونة الأخيرة أعرب مكتب حماية الموارد الطبيعية عن قلقه من أن نمو جسد التمساح بشكل أكبر سيكون مصيره الاختناق في أحد الأيام بواسطة الإطار إذا ما ظل ملتفا حول عنقه، ولذلك دعت صيدي الجوائز للانضمام إلى فريق الإنقاذ لتخليص التمساح. بعد أن أعلنت الحكومة عن المسابقة، أصبح التمساح البري يتصدر العناوين الرئيسية للأخبار وأثار كثيرا من الجدل. اعتزم عدد كبير من الناس الاقتراب من التمساح ومحاولة إنقاذه، ما جعل الحكومة قلقة من تدمير الناس لموطن التمساح بالخطأ. وعلى الرغم من أن الحكومة أعلنت في وقت لاحق إلغاء المسابقة، إلا أن الخبر جذب اهتمام الكثير من الناس. من هؤلاء الناس مات رايد، حيث يقول: هناك الكثير من الطعام في النهر، لا يبدو على التمساح أنه جائع حقا أو يريد أن يتم إنقاذه. يتجمع آلاف المشاهدين الفضوليين حول النهر لإلقاء نظرة على التمساح العالق. فشلت في مهمتي وغادرت إندونيسيا، ولكن الناس ما زالوا مهتمين جدا بهذا التمساح. يبدو أن عمليات الإنقاذ التي تقوم بها الحكومة الإندونيسية والأفراد هي بدافع الرحمة، لكن أحدا لم يجد طريقة فعالة لتخليص التمساح من هذه اللحظة.